يا أهلا بيكم. النهاردة بقى هنمسك أغنية من أغاني المهرجانات المصرية ونفككها حتة حتة. الأغاني دي عندها قدرة غريبة قوي إنها تحول أي مكان هادي لفرح شعبي في أقل من دقيقة. إيه بقى سر الخلطة دي اللي بتخلينا نلاقي نفسنا بنرقص من غير ما نحس؟ يلا بينا نعرف. الأغنية دي ما عندهاش أي وقت تضيعه في مقدمات. يعني من أول ثانية بوم بتدخل في وشك على طول وتقولك إحنا جينا نعمل دوشة وقلبان. ده مش مجرد كلام على فكرة، ده إعلان صريح بالبهجة اللي هتحصل في المكان دلوقتي. طيب، إيه هو سر الفوضى السعيدة دي؟ يعني هل هي الكلمات؟ ولا اللحن اللي ما بيسكتش ده؟ ولا في تركيبة تانية مستخبية؟ تعالوا كده ندور على الإجابة مع بعض. أول مكون معانا في وصفتنا هو الدخلة. الأغنية مش بتستأذن عشان تدخل، لأ، دي بتعلن عن وجودها بقوة وبتقول للكل إن الحفلة خلاص بدأت رسمياً. شوفوا البيان الرسمي اللي نزل ده: جينا نعمل دوشة، ماشي، كله يرقص، تمام، على إيه بقى؟ على مزيكة السعادة. وفوق كل ده ثقة في النفس ملهاش حل. إحنا أبطال الساحة. كأنهم بيقولوا لنا بالظبط إحنا جايين بمهمة رسمية، وهي إنكم تتبسطوا، فيلا استعدوا. ودلوقتي بقى نيجي للجزء اللي بيموتني من الضحك كل مرة أسمع فيها الأغنية دي. الجزء اللي بيتكلم عن الموزة. أيوة والله زي ما بقولكم كده، الأغنية هتبدأ توجه كلامها لواحدة موزة. يا ترى يا موزة حاسة بإيه دلوقتي وإنتي مصدر الإلهام العظيم ده كله؟ وهنا بقى بيبدأ الغزل اللي على حق. والدلع يا موزة، جملة واحدة بس بتفتح علينا قاموس كامل من التشبيهات الشعبية المصرية اللي مفيش زيها، واللي بتثبت إن خيال المصريين ده ملوش كتالوج. طيب، عشان بس الصورة تبقى واضحة للجميع، موزة هنا مش الفاكهة اللي بناكلها. لا لا، في العامية المصرية لو حد قال لواحدة يا موزة، فده معناه إنها وصلت لأقصى درجات الجمال والجاذبية. يعني الأغنية هنا بتتغزل بجدية تامة. وهنا بقى الإبداع الشعبي بيوصل لليفل الوحش. اسمعوا كده: سمكة على استاكوزا، ده تشبيه من كوكب تاني خالص. وبعدين وسطك زي الأستيكة، وصف بسيط بس دقيق جدا. وفجأة ينقلك نقلة تانية خالص ويقولك موناليزا في لوحة. الله، إحنا في متحف اللوفر يا جماعة ولا إيه؟ دي مش أغنية، ده معرض فنون. خلاص خلصنا غزل. الأغنية بتقولك كفاية كلام لحد كده، يلا نتحرك. وهنا بقى بتبدأ مرحلة الأوامر المباشرة، الأوامر اللي بتخلي أي حد يقوم يرقص حتى لو ما بيعرفش. الأمر الأول بيجي مباشر وصريح: ارقص. خلاص مفيش أي نقاش، هو أمر واحد بيخليك تقوم تتحرك على طول. وبعدها فوراً الحماس بيزيد والليفل بيعلى. هاز، هنا الإيقاع نفسه بيعلى والجو بيسخن أكتر وأكتر. وتكمل الثلاثية بأمر كله دلع وثقة اتمخطري. التلات أوامر دول ورا بعض بيعملوا شحنة طاقة وحماس تخلي الجسم يتحرك لوحده. عشان الحفلة تكمل صح لازم يكون في شوية فخر وثقة في النفس. وهنا الأغنية بتدي جرعة ثقة مكثفة تخلي كل واحد في المكان يحس إنه نجم الحفلة. اسمعوا بس عظمة الجملة دي: يعني أنت لو كوكب فأنا هفضل فيها مجرة. يا نهار أبيض على الثقة! ده مش مجرد فخر، ده بينقل الحالة النفسية لمستوى تاني خالص، وبيخليك تحس إنك مش مجرد شخص في حفلة، لأ، ده الكون كله بيرقص معاك. بصوا على المقارنة السريعة دي: إحنا الأبطال، هم أصوات كدابة، اسمنا لامع، نمرتهم سقطة. إحنا مجرة وهم مجرد كوكب صغير. المقارنات دي مش مجرد كلام، دي بترفع هرمون السعادة والثقة عندك في الثانية. ولحد هنا كنا فاكرين إننا بنسمع أغنية حفلات عادية جدا، بس فجأة ومن غير أي سابق إنذار الأغنية بتاخدنا في حتة تانية خالص، وبتتحول من فرح شعبي لقصة حب رومانسية جدا. الرحلة من الإعجاب للجواز بتاخد أقل من دقيقة. بتبدأ بطلب رسمي ومحترم: عايزاكي تبقي حلالي. بعدها على طول كتب الكتاب: كاتي انتي مراتي. ومننساش طبعا اللمسة المصرية الأصيلة ومباركة الحماة: تسلم بطنك يا حماتي. وفي الآخر بنخطط للفرح الأسطوري بزفة مطراتي، قصة حب أسرع من الدليفري. يعني في لحظة اتنقلنا من دوشة وإلبان لزفة ومواكب. تفتكروا هو ده صوت الحب في العصر الحديث؟ سريع، صريح، وبيخلص في دقيقة على إيقاع مهرجان؟ سؤال نسيبه مفتوح ونبتسم وإحنا بنفكر فيه.